احسن مكان في اسكندريه تاكل عنده فرايد تشيكن وسي فود. يلا بينا. ريزو بروست، المكان ده عامل قلبان جامد قوي في مجاله. في ريزو بروست هتاكل نفس الاكل اللي بتاكله في اماكن تانية معروفه ومشهوره، بس بسعر اقل وكواليتي اعلى وكميات كمان اكبر. بدون مبالغه المكان ده فعلا اقل حاجه هتاكلها من عنده هتقوم بعدها شبعان، وكمان ممكن ما تقدرش تكملها. طب ليه ريزو بروست غير اي مكان تاني في الكميات والاسعار؟ باختصار صاحب المكان عاش بره مصر فتره كبيره جدا هو وشركائه، رجعوا مصر بعد ما فهموا ودرسوا اساليب ونهج المطاعم بره مصر ورجعوا يطبقوها هنا. من ضمنها ان كل وجبه ليها وقت تحضير معين لازم تخلص فيها عشان العميل ما يستناش كتير، ده غير ان لكل وجبه معايير مكتوبه لازم الاستاف يكون ملتزم بيها بدون ما تقل او تزيد عن الحد المعروف عشان الوجبه ما تخسرش طعمها وجودتها. مش محتاجين نتكلم ان اهم حاجه في اي مطعم نظافه المكان ونظافه الادوات المستخدمه في تجهيز الاكل، ودي من اكتر الحاجات اللي فعلا لاحظتها موجوده في المكان عشان تاكل وانت مطمن ومش قلقان من حاجه. حتى العيش المستخدم في الوجبات عيش معمول مخصوص للمكان بطريقه تصنيع بمعايير معينه المكان اللي مختارها، والعيش كله بيتم استخدامه مره واحده في اليوم، وصلاحيه العيش لازم تكون بنفس تاريخ اليوم اللي هيستخدم فيه، ومحطوط على العيش الكايزر دقيق سميد عشان يديك طعم احلى، ودي تقريبا ميزه مش هتلاقيها عند اي حد. نيجي بقى للصوص المستخدم للاكل والكاتشب واللازم منه. المكان بيستخدم في كل وجباته الماركات المعروفه، حتى فرق الطعم والريحه بيبان وانت بتاكل. حتى التوابل المستخدمه بتكون صناعه يدويه مش توابل مجهزه. نيجي بقى لحشو السندوتش نفسه، تحس ان صاحب المكان ايده فرطه شويه. السندوتش اصلا بيتعلف مش بيتملى، تاخد السندوتش مليان على اخره، وحتى قطعه الستريبس نفسها كبيره ومليانه وتشبعك، وبيدي كل ساندوتش حقه زياده. وده شكل الاوردر اللي طلبناه لما خلص في اقل من تلت ساعه وجاهز للالتهام. مكون من فراخ فرايد تشيكن، فلفل هالبينو ده وسبايسي، وعندك بقى رز اسمه ريزو. ندوق بقى ونختم بعد كده. فرايد تشيكن جامد وسبايسي تحفه. التتبيله بيعملوها بايديهم مش تتبيله مجهزه، طعم طالع جامد قوي. جرب الهالبينو ده، مولع بس جامد حلو. نجرب الريزو ده بالسمنه البلدي يا جدعان، والسمنه البلدي باينه فيه قوي. وده الطبق السندوتش اللي بعديه سوبر ماجنم، ان شاء الله مليان تحفه. ما عملوش هنا ولا سمسم بقى ولا حاجه، لا سميد. العيش ده بيتعمل مخصوص للمكان، هو في فرن معين بيعمل للمكان. قطعتين فراخ فرايد تشيكن، وعندنا الرومي المدخن وصوص شيدر. شايفين يا جماعه العيش كبير ما شاء الله ومليان. كل ده ب 50 جنيه بس. اكبر سندوتش جمبري كريسبي في اسكندريه، كل ده 65 جنيه بس. سندوتش زي ما انتم شايفين غرقان في الجمبري. الجمبري كله مقرمش ولسه سخن طازه. جبار. ابتدي منين ده؟ بياكلوه منين ده؟ تتبيله مظبوطه، اكل لسه سخن، جمبري كريسبي جدا. انا سندوتش مليان مش مليان على طول. انصح الناس كلها تيجي تجرب الاكل، هتدعوا لي. كل ده ب 65 جنيه بس، يا بلاش يعني.